مرحبا بكم إخواني الكرام في درس جديد من دروس دورة ال HTML. آه، إن شاء الله في هذا الدرس سنتعرف على التعليقات أو الكومنت، حيث أن التعليقات يعني هي مهمة أيضا في ال HTML. فهي تعرف يعني مثلا إذا كنت تريد تعريف، إذا كانت لديك العديد من الأكواد وتريد تعريفها، فقد تقوم بوضع التعليقات، ثم ستجدها بكل سهولة يعني وبدون البحث، بدون الارتباك. فلنبدأ على بركة الله. سنعمل هذا المثال الذي قمنا بوضعه في الحلقة الماضية. فمثلا كما تشاهدون كنترول يعني محفظة كنترول اس، نقوم بتحديث. كما تشاهدون ظهرت الأكواد الآن. مثلا إذا كنت أريد أن أخفيها، هناك العديد من الطرق. فهناك مثلا إذا كنت تريد إخفاء فقط سطر واحد، فقد تقوم بكتابة يعني هذه العلامة ثم علامة تعجب، وتقوم بكتابة هكذا يعني عريضتين، ثم تقوم باختيار النص الذي تريد وتقوم بقفله هكذا عفوا بعريضتين، ثم علامة يعني علامة أكبر. يعني هذه الطريقة الأولى. فلاحظوا معي هل ستظهر كنترول اس، ثم لاحظوا معي هل ستظهر هذه الكتابة كنترول ار. كما تشاهدون اختفت. ف يعني التعليقات هي يعني تم إخفاؤها رغم أنها كود. فهذه الطريقة الأولى. هناك أيضا طريقة ثانية تأخذ يعني العديد من الأسطر، فقط تقوم بتحديد يعني الأسطر، يعني نفس الشيء يعني عفوا سأعود. يعني تقوم بكتابة هذه العلامة ثم علامة تعجب وعريضتين، ثم تعود إلى أي سطر تريد، إلى يعني أي سطر، ثم قم بكتابة عريضتين وقم بقفلهما هكذا. كما تشاهدون الآن هناك أكواد. كما تشاهدون البي والسوب. كنترول اس ثم نقوم بالتحديث. كما تشاهدون اختفى كل شيء، فلم تعد أي كتابة، يعني لأننا أضفنا تعليقات. التعليقات تقوم بحذف كل شيء فقط، يعني مهمتها هي تذكيرك، يعني إن كانت هناك العديد من الأكواد. أيضا هناك طريقة ثالثة، وهي أن تقوم مثلا سأقوم بالعودة هنا إلى السطر. يعني هنا ستقوم بكتابة هكذا ثم علامة تعجب، وتقوم بفتح يعني المعقوفات. تقوم بكتابة اف اي او 8. إذا هناك مشكل. اي او اف نعم، هنا تقوم بكتابة عريضتين هكذا، ثم تقوم هنا بقفلهما هكذا، عفوا هكذا. أولا تقوم أيضا فتح المعقوفات هكذا عفوا هكذا وهكذا، ثم end ef هكذا، عفوا نعم، وتقوم بكتابة عريضتين. كما تشاهدون هذه هي الطريقة الثالثة والأخيرة. فعندما نقوم بالحفظ كنترول R، كما تشاهدون لن يظهر أي شيء. فهذه هي ثلاث طرق من يعني التعليقات في ال HTML. فهذه طريقة يعني صعبة قليلا، فيعني كلاهما تقوم بنفس الظرف نفس الدور، فقط يعني طريقة الكتابة هي التي تختلف. كما تشاهدون هنا EF EE 8، وتقوم بقفل هنا ال EF OND EF. فإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وزيارة المدونة. إلى اللقاء أحبائي المشاهدين في إلى درس جديد إن شاء الله.